يا ويلي شو طيب طلع من اطيب التشيز كيك اللي حضرتهم من اول يوم فتت فيه على المطبخ. عن جد جربوه واتبعوا الخطوات اللي قلت لكم عنها ورح يطلع معكم بيرفكت مثل هيدا. كوب من جوز البيكان. رح استعمل هيدا السكر البراون شوجر اللي بيجي رطب لانه في بقلبه نسبة دبس. شوفوا كيف رح احط ملعقتين صغار نطحنهم، ورح نضيف فوقه 80 جرام من الزبدة المذوبة. الورقة كمان تسهل عملية نقله. أنا بحب طبقة البسكويت تكون سميكة بالتشيز كيك، سو عملتها تقريبا هيدا السمك. هيك الكراست صارت عنا جاهزة، رح فوتها على الفرن تقريبا 10 دقايق هيك تكمش وهيك تتحمر شوي. عندي هون 600 جرام جبنة كريمية، كمان رح استخدم هيدا السكر اللي هو لايت براون شوجر، بحط 3/4 كباية. هيدا السكر مثل ما عم تشوفوا بيجي رطب، بيعطي طعمة مثل مكرملة بقلب أي نوع حلو عم تعملوه، حتى بهيدا. رح كمل معكم بريكورد بما انه كل الاولاد هون فاتوا على المطبخ. بنخلطهم نتاكد انه ما شي بقي تحت، بنرجع بنضيف ملعقتين من كريمه الحامضه. هلا هيدي اختياري منا شيء اساسي، وفيكم تستبدلوها بملعقتين لبن على فكره. بنضيف فانيلا وكوب من كريمه الخفق وبنخفقهم اول شي شوي شوي. بنرجع من اول سرعه وبنزيد 3 بيضات بالتدريج. اوكي 3 حبات من البيض على دفعات، ومنزيد ملعقة ونص كبار من النشا ورشة ملح وبنخلطهم نحصل على هيدا القوام. وهيدا قالب التشيز كيك. شوفوا كيف تحمصت الكراست شوي هيك، أخذت عن الأطراف وتماسكت كلها ببعضها. منغلفه كتير منيح بورق فويل ومنحط المزيج بقلبه ومنحطه بصينية ومي سخنة بقلب الصينية. هيدا الشي رح يعطيه رطوبة، ما رح يخليه شق أبدا من فوق. منحطه درجة 170 ساعة وربع، منرجع منطفي تحته منخليه ساعة تاني، منرجع منشيله وبس يبرد على البرة. وهيك المفروض يطلع معكم ولا شق. للصوص عندي ستروبري بالثلاجة متلجة، وعندي شوي رازبري حطيتهم بطنجرة وغليتهم. بس غلوا حطيت لهم ملعقتين من هيدا السكر اللي عم بستعمله بكل الوصفة، ورجعت عملت له بلند، صفيته وشلت كل السيدز منه، بتطلع الطعمة مركزة أكتر. ورجعت نقلته على هيدي القنينة قدمته فيها. هلا أنا ما بحط حامض لهيدا الصوص بالزيت لأنه أصلا هول الفواكه بيجوا حامضين، نكهة الحموضة فيهم واضحة. وهون مثل ما شفتوا نقلت التشيز كيك على صحن، كان كتير سهل أنا أنقله. زينته بالرازبري والبلوبريز وقدمته. شوفوا قوامه، هيدا تاني يوم مش بنفس النهار، تركته بالليل بالبراد وتاني يوم قدمته. كتير يا ويلي شو طيب طلع. عن جد من اطيب التشيز كيك اللي حضرتهم من اول يوم فتت فيه على المطبخ. عن جد جربوه واتبعوا الخطوات اللي قلت لكم عنها ورح يطلع معكم بيرفكت مثل هيدا.